ممكن تكون بدأت تتعلم مهارة جديدة أو بدأت في مشروع معين، لكن بعد فترة زي كل الناس جالك إحباط أو اضطريت إنك توقف. لكن الحقيقة البداية مش هي بس اللي هتوصلك للحاجة اللي أنت عايزها، حتى لو كانت البداية مثالية. اللي هيخليك توصل فعلا هو الاستمرار. الفشل في البداية مش معناه إنك مش قد الحاجة دي أو إن الحاجة دي فعلا صعبة عليك وإنت عمرك ما هتوصل فيها. لا بالعكس، يعني مثلا لو أنت بدأت تتعلم برمجة أو بدأت لغة جديدة وبعد فترة حسيت إنها صعبة وما انتش قادر تكمل، بص هو ده طبيعي. بس اللي انا عايزك تفهمه انك لو وقفت خالص عمرك ما هتوصل، لكن لو استمريت حتى لو انت مش 100% فاهم هيكون بالنسبة لك افضل. فمع التكرار هتفهم، فاهم؟ حتى لو فشلت مرة واتنين وتلاتة، على الاقل لما تيجي تبدأ تاني مش هتكون بدأت من الصفر، هتبدأ وانت عندك خبرة. فالنجاح الحقيقي مش انك تبدأ من اول مرة صح، النجاح الحقيقي بجد هو ان انت تستمر حتى لو فشلت مرة أو اتنين أو تلاتة، وصدقني اللي بيكمل هو اللي بيوصل. أتمنى تكون استفدت من الفيديو. أنا عارف إن الفيديو برضو هيكون صغير، بس أنا بحب بصراحة الأفكار اللي تكون صغيرة، المهم إنك تستفاد. وأنا عندي لو شخص والله واحد بس استفاد، فأنا بالنسبة لي أنا كده تمام جدا. أتمنى فعلا الفيديو يكون عجبك، وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، تعمل شير لو أنت عايز تسمع الكلمتين دول لحد. وباذن الله مش هيكون اخر فيديو، نتقابل في فيديو تاني قريب. بس سلام.